السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناتي بحييكم لكم من مليون تحية. يلا نصلي على النبي، كل منا النبي صلى الله عليه وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، معايا فلفل الوان، معايا فلفل اخضر، طماطمايه او طماطمتين حسب الكمية اللي هنعملها، بصلايه، جزرتين، ليمون، وهنحط خل وهنبهر الحاجات دي وهنشوف هنعمل بيها ايه. بقى اول حاجة برضو خضرة، انا حطيت شبت هو اللي كان عندي، ممكن تبدليه بكزبرة او بقدونس، يعني نص ربطة كده. وقطعتها ناعم، وبقطع بصلايه برضو، او هي كانت كبيره فاخدت نصها. دول جزرتين قطعتهم برضو مكعبات كده. وهنقطع الفلفل برضو والطماطمايه زي ما انتم شايفين، وقرن شطيطه لو مش موجود الشطيطه او الفلفل الحامي ده، ممكن فلفل اخضر عادي. دي برضو حته او نص كده فلفلايه صفرة، ومعاها نص احمر. وطماطم زي ما انتم شايفين انا مقطعاها شرايح، هقطعها برضو. ده قرن شطه صغير كده، ما خدتش الكبير لان انا ماليش في الحامي قوي بصراحه، او بحب الحاجه بارده. خدت نص كفايه عشان هشطشط الدنيا معانا. للي بيحب الحامي بقى يحط الحامي براحتكم. كده بقطع الطماطمايه بقى كله كده قطع قطع قطع. يعني الاول حطينا الخضره سواء شبت او كزبره او بقدونس، بوريكم الحاجه. بصل، فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، قرن شطه كده، ببهر بحط الليمون. تحطي برضو خل، هنحط ملح وكمون، وهنحط كزبره ناشفه، ممكن بهارات سمك. آه، ملح وكمون وكزبره. وهنحط التوم اهوت. تحط برضو بق خل كده، باخد حبة وهسيب حبة. طب هنعمل ايه؟ لان انا لما هحط الملح مبقيه حبة اعمل سلطة، فمش هحط عليها ملح عشان ما تتبلش معايا، هحط الملح ساعة الاكل. فاخدت دول بقى هبهرهم اهو، ببهر كله مع بعض، بس الملح اللي هيبقى زيادة من ناحيتي. في الطبق الصغير ده حطيت ملح، كمون اهوت، كزبرة، إيه كمون برضو، ممكن شعرة شطة براحتك، يعني لو عايزينه ايه يبقى حامي كده. حدقتها، جبت السمك بتاعي بقى كنت غسلاه. بصي طريقه التنظيف دي عايزه اوريها لكم. انا ما فتحتش البطن، بس نضفت البطن. شايفه؟ شديت النغشوش اللي في الراس، اللي هي النغشيش الحمراء ديت، وبرده سبت الغلاف من بره. وشديت البطن من جوه ونضفتها وخليتها بيضه قشطه. يعني هوريكم كذا مره السمكيه من جوه. بصي بيضه قشطه. دخلي ايدك كده وتنضفي وتشديها. عايزه تفتحي البطن افتح، انا فتحت واحده بس ما فتحتش الباقيين. ليه بقى؟ اهي بصي قلبه ابيض قشطه، كله زي بعضه. ونحط التتبيله او الخضار بتاعنا اللي احنا عملناه دي بعد ما بهرناه وحدقناه بالملح، وحطينا ليمون برضو وظبطناه كده. حدقت السمك بتاعي طبعا. انا لا مقصقصه ولا شلت قشره عشان انا مش هقليه، بس نضفت شلت النخشوش اللي في الراس. باكد انا شايلاه اهوت، وشاده البطن ومنضفه البطن مخليها بيضه قشطه. ونقعته في ميه وليمون، وبعدين تبلته بالخضار اللي انا متبلاه ده، حشيت بطنه. دي حاجه اسمها بسارية عندنا برضو، هقليها جنبه. آه، دي هتتبهر، او انا ما بهرتهاش قبل القليه، بس هبهرها بعد القليه. عايزه ترش عليها رشه ملح وكمون وكزبره ماشي، وشعره كمون، توم باودر. عايزه بعد القليه زي ما انا عملت ماشي، هي صغيره كده وما بتستحملش القليه، بس بيبقى طعمها حلو والعيال بتحبها كده. هبدا بقى اشوي السمك بتاعي. جبت الرده ونزلت بالسمك فيها. الرده دي اللي بتطلع من القمح، من الغله. دي في رده. وبعدين بعد ما نزلته في الرده، بنزل على الصاجة. ممكن في ناس تعمله على صاجة الفرن جوه الفرن، وممكن على العين زي ما انا عاملة كده على الصاجة او الشواية اللي بيشوا بيها، دي اسمها شواية سمك. طبعا بقيت الخضار حطيته في مية عشان نعمل المية دي للسمك، او السمك حطاه في الرد اهوت. الدقيق ده بعمله للبسارية، تبلته برضو بملح وكمون وكزبرة ناشفة، وممكن شعرة شطة. وبعدين بنزل بقى السمك بتاع اللي هو الصغير البسارية ده، وبعمله في الدقيق كده. وبعدين بشبك بقى 3 4 5 6 في بعض كده، عشان هي صغننه، تستحمل القلي. تمام، هتشوفونا واحنا بنقليها دلوقتي. وبمسكها من الديل من تحت كده. طبعا الدقيق مع الميه اللي نازله من البسله بتعمل زي عجينه كده. بمسك الديل 3 في 4 او 3 و4 وحدات من ناحيه الديل كده، بيبقوا ماسكين في بعض كده. كان الزيت بتاعي قدح بقى، هنزل بالبساريه بتاعته والسمك البلطي زي ما انتم شايفين اهو في الرده. ده الرده اللي بتطلع من القمح الناعمه. تمام. على الصاجه اهو بنشوي، وبقلي في الطاسه زي ما انتم شايفين كده.
الميه اللي هحط فيها السمك دي اهيت، دي برضو فيها من نفس الطماطم والفلافل اللي انا قطعتها، وحطيت عليها البهارات وحطيت الليمون، وبس بنزودها ملح، ميه وملح بس اهو. وبتسيب السمك بقى يتبل فيها كده، رغم ان احنا حاشين بطنه يعني، بس برضو ايه لازم يتحط في الميه دي. واحط ميه دافيه عشان يطلع ايه سخن. تمام. كده بدأت اطلع البسارية بتاعتي. ممكن بقى تشبكيها زي ما انت شفتي كده، وممكن تعمليها فرداني زي ما كده يعني، تعمليها في الدقيق وتعمليها ايه حبة كده وتنزليهم في الزيت، هتطلع الواحدة بوحدتها اهي. يعني كده ماشي كده ماشي. دي حاجة اسمها بسارية عندنا. كده يبقى في اكلتنا النهاردة السمك مشوي بالطريقه دي. يا رب كده تعجبكم وتعملوها. طبعا انا مش فاتحه البطن عشان ما اجي اقلبه على الشوايه الخضار اللي جواه ما يقعش، دي الفكره. عايزه تفتحيها افتحيها مش مشكله، عايزه تسيبها مقفوله زي ما انا عملت كده وتنضفيها برضو وتنقعيه في ميه وليمون عشان الزفاره براحتك، وتبهري وتتبليه بقى وتحطي الخضار جواه، بيطلع قلبه زي الفل وطعمه جميل وحلو ولا زفر ولا اي حاجه. بقيت الخضار طبعا عملت منه الميه المتبله ديت للسمك، وبقيت الخضار هعمله سلطه. طبعا هبدا بقى ان انا اخلص اكلي اهو، فهحط ايه، انا كنت حاطه البهارات على بقيه الخضار، هزود بس ايه الملح والليمون. كده البسارية كانت خلصت بقى، ودي كانت اخر سمكية مشوية اهيت. طبعا بنحط في المية المتبلة ديت اللي احنا متبلينها، وبصفيها وبحطها ايه في الطبق. كده المية دي ما عادش لها لازمة معانا، بنشيلها. هوريكم البسارية بقى. طبعا البسارية ما كنتش مبهراها، حطيت على ملح وكمون اهو وكزبرة شعرة شطة، وبقلب كله في بعضه وخلاص. طبعا هي صغيرة فبتشيل ايه من البهارات. ممكن تعملي نفس الحكاية دي قبل القلية فبراحتك. وحطيت توم باودر، يبقى توم باودر وملح وكمون وكزبرة وشعرة شطة. تمام. يا قبل القليه يا بعد القليه براحتك. كده بقى كانت اكلتنا خلصت. إيه البسارية المقليه والسمك المشوي البلطي. قطعت برضو بصلايه وحطيت عليها ليمون. بقيت الخضار اللي طبعا اللي احنا عاملين منه الميه وحشين منه بطن السمك، عملت سلطه اهوت، حطيت عليها برضو ملح وكمون وكزبره وليمون وشعرة خل براحتك بقى. البصل برضو عليه ليمون وخل اهوت. طبعا احنا هناكل بعيش، ممكن حد تاني يعمل يعمل سمك رز. صيادية سمك ابيض براحتك. كده كانت اكلتنا خلصت. يا رب كده يكون عجبكم الفيديو والفكرة عجبتكم. إيه يا رب تجربوها كده وتعجبكم. طبعا حاجة كده من عندنا. وما تبخلوش عليا بقى باللايك، واللي بيشوفني لأول مرة يخش كده ويشترك ويشجعنا عشان قناتنا تكبر وتوصل لكم كل اشعاراتنا. ما تبخلوش باللايك. ويا رب الفكرة تكون عجبتكم. بص قلبه لحمته بيضة قشطة. هوريكم بطنه دلوقتي. طبعا البطن متنضفة والخضار متبخر. بص القلب تلاقيه بقى طعمه جميل، حتى يعني الخضار ده يتاكل كده بالعيش. يا رب كده الفكرة تكون عجبتكم، ويا رب اكون فدتكم ولو حاجة بسيطة، وبناتنا الصغيرين كده يستفادوا. اشوفكم في فيديو تاني، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.